الجمعة يوم 16/1/2026. النهارده يا جماعة يوم خطوبتي. أنا باصور لكم الكلام ده من أول ما صحيت من النوم. الجمعة بتأذن دلوقتي، فهاصلي وبعدين نشوف كل التجهيزات اللي هنعملها مع بعض. أنا شعري ويا دوب رطبت بشرتي، بس لسه في كمية تجهيزات هنعملها مع بعض. هقول لكم عملت إيه وهنعمل إيه، فيلا بينا هاصلي وارجع لكم بسرعة نشوف هنعمل إيه. متحمسة جدا. طبعا يا جماعه دلوقتي انا صليت، اي نعم انا متوتره خالص بس بحاول اريلاكس كده وصاحبتي معايا، فيلا بينا نشوف هنجهز بشرتنا ازاي. اول حاجه انا كنت عامله جلسه ليزر، فكان لازم كل يوم احط ميبو وبيتا ديرم عشان الجلسه كانت في وشي. حاليا اول حاجه هعملها ان انا هرطب بالفازلين ده شفايفي، عشان لسه مستخدمه معجون اسنان تبييض وهو قوي جدا بينشف الشفايف قوي. فاول حاجه استخدمتها الفازلين. تاني حاجه بستخدم المرطب ده من ليفز، هو بجد خفيف جدا على البشره وفيه كميه مكونات رهيبه. انا تقريبا بمعدل كل ساعتين برطب وشي عشان الميك اب ارتست لما تيجي ابقى حاسه ان وشي جاهز كده. وبجد يا جماعه كنت محتاره جدا في درجه المونوكير، هوريكم دلوقتي اكتر من درجه وهنشوف هنستقر على انهي واحده فيهم. انا كده وزعت مرطب كويس ممتاز. دلوقتي بقى هنستنى المرطب يهدى شويه وبعدين بستخدم الهيالورونيك اسيد ده 9 تايمز، بس هستنى بشرتي تهدى شويه وبعدين هنستخدمه. وطبعا اوريدي عامله حواجبي ومستخدمه السيرم بتاعهم وضوافري ومستخدمه السيرم بتاعهم من امبارح بالليل. هنستنى بقى قبل ما الميك اب ارتست تيجي عشان اقلع البونيه ده. وبقى هنستخدم الهيالورونيك اسيد ده من 9 تايمز، مش بستخدم كميه كبيره، بستخدم 2 بامب كده وبحط هنا وهنا 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 بس كده. وبجد يا جماعه البشره بتتشربه بسرعه جدا ومش بيعمل الاحساس بتاع اللي هو الكيكي كده اللي بنحسه بعد اي هيالورونيك اسيد. استخدمه ووزعه كده. انا حاسه ان كفايه على بشرتي ترطيب، انا برطبها من امبارح. طبعا كواليس سريعه خالص، فاكرين خطوبتي ومش هفطر؟ اكيد طبعا لا. بصوا يا جماعه انا وريتكم في فيديو مشتريات ان انا جبت 3 درجات نبيتي. دي الدرجه المفرقعه اكتر درجه كانت منوره على ايدي. دي الدرجه اللي هي رقم 7 كانت غامقه موت، فحسيت ان هي على ايدي بشعه جدا. ودي درجه تحسوها هي من بره احمر بس يا جماعه من جوه اللون بتاعها بيقلب بفوشيا غامق. فانا هنستبعد الاتنين دول. وده النوع اللي عجبني قوي من روزبيري، بجد ما تخيلش ان هو يعجبني بس هو حلو قوي. بصوا يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله، انا ضوافري كده اتكسرت اصلا، ولكن انا بحاول بقالي فتره ان انا اطولها، بستخدم سيرم معين هبقى اكلمكم عنه في فيديو تاني. دلوقتي بقى هنجرب المونوكير على الايد دي، ربنا يستر ويطلع حلو. انا مش هتكلم خالص عشان التوتر ما يخلينيش ابوظ المونوكير. حاليا يا جماعه حطيت اول ضفر بسلام، انتوا مش متخيلين انا مش قادره اصور ولا عارفه اصور وانا بحط. حطيت هنا ومسحته، بجد بجد الموضوع صعب خالص. فانا هخلص كل الايد وارجع لكم تاني. يا جماعه عملنا تاني واحد بسلام، يلا بينا نعمل التالت. تالت واحد بسلام، واخيرا عملنا رابع واحد، فاضل لنا اخر صباع ربنا ينتعه بالسلامه. وهنا بقى كنا بنعمل تاني اكتر حاجه بحبها في حياتي وهي تبخير الهدوم. هنا كنا بنبخر الفستان بتاعي والطرحه بتاعتي، وبجد يا جماعه الخطوه دي خلت ريحه الفستان تحفه تحفه تحفه. استنوا فيديوهات الفتره اللي جايه، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكس عشان اقول لكم اكتر الحاجات اللي فرقت معايا في اليوم ده، وازاي على طول كانت ريحتي حلوه وجسمي كله بيبرق حرفيا حتى لو انا ما كنتش اليوم ده عملت اي حاجه. يعني في تجهيزات اوريدي كنت عاملاها من قبل كده. وزي ما انتم شايفين هنا كنا بنبخر وبنحط برفيوم وبنبخر تاني علشان الثبات يكون اقوى. وكل الحاجات دي هشرحها لكم بالتفصيل في فيديوهات منفصله، لو انتم حابين اكتبوا لي في التعليقات عشان نعمل كده. ما صورتلكوش تفاصيل بزياده لان زي ما انتم شايفين كده كنا بنبخرها من فوق ومن تحت وفي وضعيات معينه، وهنا كنا بنستخدم الريحه دي من المسك والعود، بجد كانت خطيره وادت ثبات خطير. طبعا كنت بتشيك كل شويه ان كان في الثلاجه كتير قوي عشان التقديم، بس لما الميك اب ارتست تجيلي ولما دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا طافيين كل الانوار وكل حاجه، مش هنحط الفيشه في الكهرباء غير لما العريس يجي، تمام، او غير لما الناس تيجي. القطط محتلين المكان زي ما انتم شايفين، وحاليا الميك اب ارتست طالعه، فيلا بينا نشوف بقى هنحط ميك اب ايه وهيبقى شكلي عامل ازاي بالميك اب اصلا. وهنا بقى بدايه الجد. هنا كانت الميك اب ارتست وصلت ومعاها الاسيستنت بتاعتها. كنا هنا بنرص الاول الحاجه على السرير علشان خاطر يبقى كل حاجه موجوده قدامها، وهنا كنا بنركب الاضاءات زي ما انتم شايفين كده. يعني كل حاجه باذن الله كانت بالنسبه لي بيرفكت وكنت متحمسه قوي. وهنا بقى صاحبتي ربنا يكرمها كانت هي اللي بتضيف، كانت هي اللي بتساعدني في اليوم كله، فهي اللي دخلت تعمل الشاي بلبن، انا ما بعرفش اعمله. هنا بقى قبل ما نحط ميك اب خالص، واستنوا بقى عشان تشوفوا الديتيلز اللي جايه. لا شطوره ما شاء الله.
كده الاضاءه عندك كويسه وانتي بتصوري؟ حلوه قوي. ممكن تصوري في حاجات هتلاقوني سايبه لكم الصوت نفسه، وفي حاجات قافلاها نظرا ان كان في اغاني شغاله عشان ما ناخدش كوبي رايت. وبلس يا جماعه انا بجد عندي فوبيا من اي حد بيقرب من عيني، بس الحمد لله الحمد لله يعني كل حاجه كانت ماشيه تمام. وزي ما انتم شايفين هنا كنت متحمسه قوي مستريحه خالص بجد يا جماعه، اعصابي كانت شاده قوي، بس كل شويه حد كان بيطمني، فده اللي كان بيخليني ارجع ريلاكس تاني بجد. وانا بشوف معاكم الكواليس دلوقتي انا مبسوطه جدا جدا، حاسه ان كل الاحداث بتتعاد قدامي، وكان نفسي بجد ان الهايلايت يزيد عن كده او البلاشر يكون لونه بينكي عن كده، بس برضو هو كان عاجبني عشان انا كنت طالبه درجات البني، ولكن انا بعدين حسيت ان لا، انا كان نفسي الميك اب يكون لونه على بينكات اكتر، وهقول لكم ده ليه في فيديوهات تانية قدام. ومش هكدب عليكم انا هنا كان بيجيلي هستيريا الضحك مره واحده ما اعرفش ليه. تعالوا بقى ناخد فاصل ونواصل. انا هنا كنت متحمسه جدا عشان اشوف التورته بتاعتي وصلت وانا بحط ميك اب، وركزوا يا جماعه على الوش هتلاقوني هنا كنت حاطه الميك اب، وكنت متحمسه قوي قوي وبقول يا رب يا رب انا عايزه اشوفها من جوه. ورحت الناحيه التانية علشان افتحها، وبجد كان شكلها تحفه تحفه تحفه. كنت جايباها من مكان هسيب لكم في الديسكربشن بوكس لو حابين، او اي حد عنده سؤال في اي حاجه. انا هنا كنت بقول انا عايزه امسك نفسي بجد، كان شكلها تحفه وكل حاجه كانت مكتوبه، ما كانش ظاهر حتى اللي على الصينيه نفسها من تحت كان مكتوب فيه الديت والاسم، وبجد كان شكلها خطير وتستاهل كل جنيه حرفيا اتدفع فيها. ده غير يا جماعه ان طعمها كان حلو قوي قوي قوي. هنا بقى كنت بعد ما حطيت الميك اب واصحابي بداوا ان هم يظبطوا لي الدريس بتاعي، بجد ربنا يساعدهم ويعني بجد يرزقهم باللي اكتر من اللي يتمنوه، عشان بجد النهارده او اليوم ده يعني كل اصحابي كانوا واقفين جنبي فيه، وانا كنت مبسوطه قوي قوي ومطمنه بوجودهم معايا. هنا كنت خلاص مفروض ان انا بلبس الهيلز، حتى عايزه اقول لكم يا جماعه ان الهيلز صحابي كانوا بيلبسوها يعني انا هنا بس عشان التصوير والبروفا، ولكن ما كنتش لبستها، انا بس حطيتها، وبجد كان شكلها خطير قوي قوي قوي. مش متخيلين بجد هي كانت ازاي مظبوطه ومريحه، على قد ما انا رجلي وجعتني طبيعي مع التنطيط والرقص مع صحابي وهكذا، ولكن برضو هي كانت مريحه. هنا بقى شكر خاص لرويده اللي ثبتت لي الطرحه اليوم كله بجد يا جماعه يعني، وعز الصحاب انا بجد مش عارفه من غيرها كنت هعمل ايه. كنت متوتره ومش عارفه الطرحه هتثبت ازاي، وكنت بفكر ان انا احجز مع حد يثبت لي الطرحه، بس بعدين لقيت ان الوقت ضيق. وغير كده يا جماعه اقل حاجه بتستارت من 2003 و4، انا اوريدي ما كنتش هفرهد لان الخطوبه كانت معموله في البيت وهي كام ساعه، فالموضوع ما كانش طبعا ملكوش دعوه برياكشناتي لان انا كنت مخضوضه جدا. بس هنا الشكل النهائي الطرحه والدريس كان تحفه تحفه، وبجد يا جماعه الفيديو كان ظالمهم. هنا بقى كان تجهيزات الاكل والحاجات اللي هتتقدم للناس، وهنا اول ما العريس وخطيبي وصل طبعا زي ما انتم شايفين الورد كان شكله تحفه قوي. ما لحقتش اصور لكم لان من هنا بقى ابتدت اللعبكه وابتدى التوتر وكل حاجه كانت ورا بعض. ودي الشوكليت اللي كان جايبها لي. وكده يكون اليوم خلص بجد يا جماعه، اليوم كان حلو قوي قوي قوي، والميك اب تحفه 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 زي ما انتم شايفين كده. حاليا بصور لكم الساعه 11:30 وخلصنا الخطوبه، وبجد كل حاجه كانت تحفه، اتبسطت قوي. استنوا بقى فيديوهات جايه واحنا بنمسح الميك اب وبحكي لكم كل تفاصيل اليوم بس بصوتي انا. يا جماعه امبارح طبعا يا جماعه امبارح بدانا اليوم باكل، وحاليا هننهي باكل تاني. كان لازم بعد الخطوبه طبعا صوت دبلته مهوياني، قررنا ان احنا نجيب اكل من كانساس ونتعشى عشان ننام عشان بجد احنا ظهرنا وجسمنا كله متكسر